السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نوجدوا واحد الحلوى اللي كتوجد يعني بسرعه ومكونات بسيطه وكتوجد مع اتاي ولا قهوه. لهذا الغرض كنحتاج واحد البيضه، قبصه ديال الملحه، نصف كاس ديال سكر حبيبات، ممكن ديروا كاس الا ربع. عندي ساشي ديال الفاني. مكونات بسيطه كما قلت لكم، يعني كتخدموا بهم وكتوجد هاد الحلوى بسرعه. انا عندي واحد قشور ديال الحامضه محكوكين، حامضه وحده. صافي كنخلط هاد المكونات هادو مزيان 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 حتى تنسجم ليا البيضه مع السكر حبيبات والفانيلا. صافي كنضيف نصف كاس ديال الزيت، قياس كاس ديال العنبه. سكر حبيبات كما قلت لكم ممكن تضيفوا سكر حبيبات كاس الا ربع، ولكن الزيت ديروا غير نصف كاس. هنا عندي تقريبا واحد 4 المعالق ولا 4 كاس ديال الحليب بقياس ديال كاس العنبه، 4 كاس تقريبا ولا 4 المعالق هكاك. صافي كنخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل، هي اللي كتهشش لينا هاد الحلوى هادي، معلقه ولا ملعقه ونصف كيف ما بغيتو، وكتعطينا هذاك اللوين اللي كيكون داخل كما لاحظتوا معايا في اول ديال الصوره. صافي غادي نخدم هاد المكونات مزيان، ندخل داك العسل مزيان، نخلطو هاد المكونات. صافي من بعد كنبدا نضيف بالدقيق بشويه بشويه تقريبا. المهم انا غادي نقول لكم غير القياس يعني التقريبي، تقريبا واحد 3 كيسان ونصف حتى 4 كيسان، المهم على حساب الدقيق، على حسب البيض، الحجم ديال البيضه. عندي هنا واحد الخماره بوزن 800 غرام، كنضيفها من بعد ما كنضيف 2 كيسان ديال الدقيق. راه درت تما 2 كيسان ديال الدقيق، غادي نخلط بيديا احسن. كما لاحظتوا معايا مكونات بسيطه. هذا الكاس الثالث. صافي وديت نبدا نخلط. تنخلط حتى كتجمع ليا يعني هاد الحلوى ديالي. خصها تكون رطبه بطبيعه الحال، ما كتلصقش في اليدين. مازال خاصه هنايا الدقيق. غادي نزيد الكاس، هذا الكاس الرابع كنضيف منه بشويه بشويه باش ما تجيناش قاصحه بزاف، يعني كنضيف غير بشويه وكنخلط باش ما تجيناش قاصحه. صافي غادي نجمع الحلوى ديالتي وخليكم مع هاد الصور هادي. صافي تجمعت ليا تقريبا. هنايا عندي يعني بقى لي 4 كاس من داك الكاس الرابع. هنا عندي تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الفيرميسيل، كنت دايره في المجمد. كديروا في المجمد من قبل باش ملي كتخلطوه هنايا ما كيذوبش ليكم. صافي كنحاول نوزعو مزيان في هاد العجينه هذه. صافي كنوزعو على هاد الطريقه هذه حتى تقريبا كيتوزع ليا العجينه كامله. من بعد راني كنشعل الفران، وغادي ناخذ دابا شعلت الفران من الفوق ومن التحت، وكناخذ واحد المقلاة هذه بحال هذه ثقيله. ما كانش عندكم كديروا الطاوه فقط. صافي كنوزع الزبده هكا عليها مزيان. صافي يعني غير القياس اللي غادي يدهن لي هاد الطاوه ديال الفران. هذه هي المقله اللي ثقيله اللي كنديروا بها المسمن والحرشه، هي اللي غادي نطيب فيها هاد الحلوى هذه. غادي نديرها بحجم كبير الحلوى، هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش كنديرها. صافي غادي نبسطها على هاد المقله، ونحاول انني نضغطها مزيان، ونجيب يعني العجينه خارجه من الوسط لبرا باش ما تجينيش غليظه من الوسط، باش تجيب حجم متساوي. باش ديروا المدلك هاكا تسرحوها ممكن
انا كنفضل يدين هكا، راه كتجي حتى اليد كتجي يعني موزعه مزيان. غير حاولوا انكم تضغطوا مزيان من الداخل وتخرجوا على برا. السمك ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش ثاني غليظ، لانها غادي تنتفخ فيها الخميره، ضروري غادي تنتفخ من بعد. صافي كنكرس مزيان ونحاول نقاد الجوانب ديالها. صافي بعد ما قرصتها كناخذ واحد الصفار ديال البيضه معها واحد المعلقه صغيره ديال النسكافي ولا ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنخلط مزيان مزيان حتى تنسجم لي ديك القهوه سريعه الذوبان مع صفار البيض. ومن بعد غادي نوزعها على الحلوه من الفوق. الحلوه كيكون السمك ديالها كما لاحظتوا معايا يعني ما غليظاش بزاف وما رقيقاش. صافي كندهنها كامل الوجه ديالها. صافي وغادي ممكن ما كتلاحظوا معايا دابا الفران راني شاعلاه من الفوق ومن التحت. ملي غادي نبغي ندخل هذه الحلوه ديالتي غادي نطفي الفوق ونخلي غير لتحت شاعل ونقص منه، وندير الحلوه ديالتي في الوسط ديال الفران، نخلي العافيه فقط عليها من التحت منها. صافي وحتى كتحمر ديال الطيب مزيان من التحت تحمر، كنطفي التحت ونشعل الفوق ونخليها تزيد تحمر شويه من الفوق وكنخرجها. دابا من بعد ما دهنتها بصفار البيض وبمعلقه ديال النسكافي غادي نزينها بواحد الخطيطات بالشوكه ولا بالفرشيط. كندير لها هكا يعني الزين تيبقى اختياري هكا باش كيجي واحد ندير هكا واحد التموجات فوق الحلوه باش كيعطينا واحد الشكل واحد المنظر زوين. تندير خطوط من هاد الجهه وكنعاود كنقلب ثاني ونديرهم من الجهه الاخرى. المهم الزين كيبقى اختياري، ممكن ما ديروش لاصفر البيض وهذا ونسكافي يعني تدخلوها هكا خاويه، ملي كتخرجوها كدهنوها بالكونفيتور واللوز ولا كاوكاو من الفوق يكون مهرمش. هاي الحلوه ديالتي بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي رطبه رطبه وهشيشه. غادي نخليها تبرد واحد شويه وغادي نقسمها معاكم باش تشوفوا راه ما كتجيش لاصقه يعني بفعل ديك الزبده اللي كندهنها راه كتجي يعني ما لاصقه ما والو. غادي نقطع هاد الحليوه هذه ونوريكم شكل كي كتجي من الداخل، راه كتقطع بكل سهوله. ممكن تقطعوها الشكيلات اللي كتفضلوا اللي بغيتوه باش نقطعوا طريفات كبار او طريفات صغار، لكم الاختيار بطبيعه الحال. انا غير نوريكم هنا ومازال غادي نزيد نقطعها. شوف كي كتجي من الداخل كتجي رطبه وزوينه بزاف، كتوجد مع كويسه القهوه ولا مع اتاي هكا الكوتي ولا لضياف الغفله، فراه كتوجد بسرعه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا هاد الحلوه بهذه الطريقه هذه، فراه كتجي سريعه وكتجي رطبه ولذيذه بزاف. شوف كما كتلاحظوا معايا في الصور كتجي خفيفه ورطبه هشيشه بزاف. شكرا لكم المتابعه ديال الفيديو، ونتمنى انه يعني ما تبخلوش عليا باللايكات، واللي عجبتكم الوصفه تشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق الزوينه. وشكرا لكم بزاف والى فيديو اخر بحول الله.